السلام الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين مزيانين؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وانتم كتشاهدي هذا الفيديو ديال اختكم السوسو. اليوم الخوت جيت نهضر على بوكريشه. صراحه الله القضيه ديالته عاجله حامضه، قضيه اللي صراحه الله اللي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الانسان تياكل طرف ديال الخبز تيولي تيبغي ياكل راسو، تيبغي يفرعن. صراحه اللي واحد اليوتيوبر عادي من اليوتيوب بحال كيف ما اليوتيوبرات العاديين اللي كامل في اليوتيوب. الصراحه انتم كتشوفوا قدام المحكمه واحد الفوضى، واحد الكارثه، واحد الروينه دايرين عليه بحال تقولي مع شكون هو. الصراحه الله تيكبروا الشان كما تيقولوا البوجعران. اش غادي نقول لكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الصراحه الله قدام ديك المحكمه شنا شي مناكير وشي كوارث اللي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تشوفوا البنت قصيره كيفاش دايرين ليها، مجرجرينها مكرفصينها، شي تيجر من هنا شي تيجر من هنا، دايرين حاله لا حول ولا قوه. فينا هما الناس اللي حاضرين هذا الشيء؟ فين المسؤولين؟ فين رجال الامن؟ فين؟ ما عرفتش انا هذا الشيء هذا اللي صراحه الله ولا كنشوفوا بعينينا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الصراحه انتم كما كتشوفوا ان فمو كلمه وحده هي عقبت هي صيفطته الاعتقال، واليوم راه تم الاعتقال ديالو الخوت. انتم كما كتعرفوا هذه العائله كانت صراحه غاديه بواحد غاديين مزيانين وخدامين على ريوسهم، وكل واحد دار قناته وكل واحد داير زعما خدامين على ريوسهم. اكثريه داكشي تيديروا راه غاكدوا بالضربات هذه مع هذه، فعل هذا مع هذا باش يطلعوا القنوات ديالهم. المهم ماشي شغلنا في داكشي. الله كل واحد الله يعاونه والله ييسر ليه الامور. الواحد يتضرب على قناته باش يطلعها، ولكن هذا بوكريشه طمع بزاف وفات القانون ديالو انه ولا كيبين بناته عريانات. شوف الطمع فين تيوصلنا، يعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وانهم تيشدوا واحد الخلصه الشهريه اللي ما تيشد. قال هذاك الانسان راه اش نقول لكم، راه الطمع طاعون. صراحه بنادم القناعه خاصها تكون هي كل شيء. والله القسم اللي تيشد واحد الخلصه شهريه فيتهلهيه وعنده كل شيء ما خاصته حتى حاجه، ولا كيزيد باش يتشهر ويلحق مع عارفين انه واخا انتم تعرفوا الاسره المغربيه راها مشهوره وزايدين بالعرا وزايدين بالروينه وفتحوا قنوات كل الصغير والكبير. وشوف في الطمع طاعون فين وصلهم، اللي حسبي الله ونعم الوكيل. وكنشوف ان اصحاب القنوات دايرين ضجه على هاد بوكريشه. زعما راهم تيهضروا في القانون، تيهضروا حتى هما كيشرحوا، وما راه باغيين يطلعوا على القنوات ديالهم على ظهر. هذا فاش يشوف الواحد وقعت شي حاجه كينوض كل شيء كيبدا يدوي عليها على حسب باش يطلع القناه ديالو فقط. زعما جاتهم النفس ولا هذه زعما راه لا حول ولا قوه. هاد اليوتيوب صافي كتشوفي نفس الكلمه كتقال وتتعاود، يعني ما كاينش الجديد. شي حاجه جديده كندخلوا على جديده ولا كنشوفوها جديده ولا شي سيناريو جديد، يعني الحاجه اللي ناضوا تنوض يدقوا مسمار واحد تنوض يدقوه كاملين. هادشي اللي كاين. وهو راه يعني البارح راه داز يعني في المحكمه وتعتقل، والناس كاملين اللي كيعرفوه، الناس كاملين اليوتيوبر، وكاين اللي سميتو الاسرات اخرين بحال ودي راه عرفتي دايرين ضجه قدام ديك المحكمه. زعما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ومخلين شي تيطيح شي تينوض شي تيصور شي تيرون واحد الفوضى. تقولي ما كاينش الناس اللي مقابلين الامر يعني الشغل ديالهم. سبحان الله العلي العظيم. صراحه الله اش نقول لك، والله الا المغرب بلادنا زينه، ولكن شكون اللي خسروها ماليها اللي فيها ما عرفوش يعيشوا فيها، ما عرفوش يسيروها، ما عرفوش اللي دير شي شغل ما قاديش، واللي عرف شي خدمه ما قايمش بالواجب ديالها. صراحه الله اللي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وهاد بوكريشه وهاد والتخربيق اللي نايدين تيديروا عليه راه ما يستاهلوش. مواطن مغربي اللي دار الذنب تيستاهل العقوبه. هادشي اللي كنعرف انا، وتحياتي للجميع. الخوت اللي شاف هذا الفيديو ما تنساوناش من البارطاج، ما تنساوناش من اللايك ديالكم. نشوف الفيديو بارطاجي، اللي عنده شي منتدى يرفع المنتدى. تعاونوا معنا فضلا وليس امرا ليصلكم جديد الفيديوهات الى فيديو جديد ان شاء الله.